قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فأصابه جرح آلمه، فلم يصبر على هذا الألم اليسير، وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، ظن أنه إن قتل نفسه استراح، فانتقل إلى ما هو أشد وأعظم. وهذا مما يدل على أن من أسباب قتل الإنسان لنفسه هو عدم الصبر، فهذا سبب من الأسباب. فهذا الرجل قتل نفسه لقلة صبره، وهذا حال كثير من الناس الذين يقعون في هذه الجريمة فيقتلون أنفسهم، والسبب في ذلك هو عدم الصبر، فهذا لم يصبر على الجراح. وهناك من لا يصبر على شدائد الدنيا وعلى مصائبها، فيريد أن يستريح من هموم الدنيا ومن شدائدها فيما يظن فيقتل نفسه، وليس عنده تحمل لمشاق الدنيا وشدائدها. وهناك من يقتل نفسه بسبب الفقر، وهنالك من يقتل نفسه بسبب تراكم الديون عليه، وأشياء كثيرة حاصلة في الناس. والواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل، وأن يصبر على شدائد الدنيا، والشدة يعقبها الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهذا لا بد منه. فالشدة لا تستمر، والرخاء أيضا لا يستمر، والعبد في الدنيا يتقلب بين الرخاء والشدة إلى أن ينتقل من هذه الدار، فيحتاج إلى أن يعود نفسه على تحمل المشاق والشدائد من أجل الله عز وجل. والأمور إذا اشتدت قرب الفرج، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ومن سنن الله عز وجل الجارية في الكون أن الفرج يكون بعد اشتداد الأمور، فإذا اشتدت الأمور جاء الفرج من الله عز وجل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فجاءهم الفرج بعد اشتداد الأمور، والشدة كانت نازلة بهم قبل ذلك، فإن فرعون سامهم سوء العذاب، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، وبقوا على تلك الشدة عدة سنين. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لكن لما اشتد بهم الحال وعظم البلاء ونظروا إلى فرعون ومن معه، وشاهدوا فرعون وجنده بأبصارهم، والبحر من أمامهم والعدو من خلفهم، فضاقت عليهم الحيل واشتدت عليهم الكربة، جاءهم الفرج من الله عز وجل. والإنسان يجد هذا في نفسه، ويجد هذا الأمر أيضا من أحوال الناس، فكم من شدائد تمر بالإنسان ومحن وتضيق الأمور، ويأتي الفرج من الله عز وجل. فالواجب هو حسن الظن بالله عز وجل والصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا من الأسباب الذنوب والمعاصي والغفلة، فكثير من هؤلاء الذين انتهكوا هذه الحرمة تجدونهم في بعد عن الله عز وجل، وفي غفلة، وفي ذنوب ومعاص كثيرة. والذنوب والمعاصي تضيق الصدور، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهو في ضيق وضنك. فالطاعة فيها انشراح للصدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فمن كان ذاكر الله عز وجل فقلبه مطمئن، وإن نزلت عليه الشدائد والمحن فقلبه مطمئن، وهو يرجو
أن تكون تلك الشدائد والمحن كفارات، فيرجو فضل الله عز وجل ورحمته. إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.